السلام عليكم متابعينا في كل مكان. كل المهتمين بسيارات ذوي الهمم وباستيراد السيارات من الخارج، سواء المبادرة أو ذوي الهمم. السؤال اللي دايما بيتكرر ودايما بيطرح نفسه: استورد بنفسي ولا اخلي تاجر يجيب العربية ولا اجيب العربية بتاعتي ازاي؟ الفيديو ده هوضح فيه مجموعة نقاط، سواء هتشتري من تاجر او هتستورد بنفسك. وفي اخر الفيديو هوضح الافضل ليك بيكون ايه من وجهة نظري، وطبعا الرأي مطروح للجميع. القرار قرارك، تستورد بنفسك تجيب العربية من تاجر. الامور كلها متاحة، ولكن ايهما افضل في استيراد السيارة؟ تابعوني لاخر الفيديو، وان شاء الله هنكون كلنا مستفيدين باذن الله من المعلومات اللي هتتقال في الفيديو ده، وبالاخص انها هتمس الجزئية الفحص واختيار السيارة من المواقع الكورية. لو انت شايف ان المحتوى هادف ومناسب ليك، ارجو دعم القناة، لايك والشير والسبسكرايب، ونروح للفيديو بتاعنا ونشوف ايه الموجود معانا النهاردة. نبدأ بسم الله. اولا، دي سيارة جات لي من احد المتابعين للجروب كاستفسار. هو بيشتري العربية دي من احد التجار. واضح جدا اللوجو اللي فوق ده، على ما اعتقد ان هو اللوجو بتاع انكار، يعني العربية جاية من موقع انكار. يعني اذا احنا بنأكد دايما ان في تجار كتير بتشتغل من موقع انكار. معذرة انا مش عايز اوضح العربية كاملة عشان برضو يعني ما نسيش لاي حد، انا بوضح وجهة نظر معينة اللي انا عايز اوصل لها. انت تشتري بنفسك ولا تستورد من انكار ولا تجيب من التاجر ولا تعمل ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين العربية ايه دي. مبدئيا العربية دي موديل 2016. هنلقي نظرة بس على العداد بتاع العربية كام عشان تبقى حضرتك عارف وضعها ايه. عداد العربية 123,580 كيلو. 123,580 كيلو، موديل 2016. النقطة الأولى اللي بنقول دايما نأكد عليها هي الفحص. طبعا الفحص أنا مش هقدر أظهره لأن العربية معهاش فحص أساسا اللي احنا بنعتمد عليه. العربية مفحوصة بالقلم. في الفيديو الفحص موجود بتاعها. احنا بنقول دايما أول حاجة اتأكد من الفحص العربية إن هو سليم. تاني حاجة حاول دايما العداد أقل من 100,000 كيلو. العداد للمعلومة، التجار اللي هم في كوريا، إذا حد يقدر يكدبني في المعلومة دي أنا موافق. الجروب موجود ونتناقش في الجزئية دي، لأن دي أكدها أكتر من تاجر في كوريا وحتى في مصر. يعني الموضوع مش جديد. كل ما العربية بيكون عدادها قليل كل ما بيكون سعرها أغلى. بمعنى إن معدل استهلاك العربية احنا بنقول دايما أقصى حاجة في السنة 20,000 كيلو. يعني لما نقول عربية موديل 2016 في الموديل 2016 ل 24 8 سنين، في كل سنة 20,000 كيلو بحوالي 160,000 كيلو. ده المعدل الطبيعي اللي احنا بنقوله للعربية. طيب كل ما يكون أقل من كده كل ما بيبقى أفضل. هي أقل من 160,000 كيلو العربية، تمام. بس كل ما العداد قل، العدادات اللي أقل من 100,000، تمام. وكنت أكد كلامي إن السعر بتاعها بيكون أعلى كتير من النفس. لو عربيتين اتنين زي بعض، واحدة عدتها مثلا 60,000 70,000، ده مثلا 2016 زي دي، واحدة عدتها 60,000 70,000، والتانية عدتها 130,000 زي دي، لا السعر التانية ممكن يفرق مثلا أكتر من 1,500,000 وان مثلا، في الحدود دي كده. يعني إذا الفرق بتاعها ممكن يكون مش أقل من 1000، من حدود $1000. طيب خلينا من الأسعار دلوقتي. احنا دلوقتي زي ما قلنا
دي كده بالوضع اللي قدامنا ده. طيب هنقارن، نعمل مقارنة سريعة كده بالعربية دي، تمام. والسعر اللي جالي، السعر اللي جالي بيقول انها 600 ألف جنيه خارج المينا. العربية اللي انا وريت لكم صورتها دي 600 ألف جنيه خارج المينا. طيب انا جبت موقع انقار اهون. دي عربية سعرها 9 مليون 300. نشوف الاوبشن بتاعها. فيها مكيف هواء، كاميرا خلفية، جهاز استشعار، مقعد جلد، مقعد ساخن، ملاحة، مفتاح ذكي. هي التانية فيها فتحة سقف بالمناسبة برضه عشان نبقى منصف، وفيها بصمة. تعال نشوف العربية دي كده. دي عربية هي اي دي، نشوفها كلها كده وهجيب الفحص بتاعها، تمام. اي دي 2016، نفس الموديل تقريبا، تمام. العداد بتاعنا هنا 107,167. طب نكمل العربية، نشوف العربية من جوه. في فروق طبعا بين العربيتين، مش ما ننكرش، بس هنشوف نقارن فرق السعر. طيب احنا بنتكلم دلوقتي في عربية سعرها اللي فاتت 600 ألف. تعال نشوف الفحص بتاع دي الأول. فحص الأداء. العربية موديل 2016، ما فيهاش غير ايه؟ الرفرف الأمامي اللي بيتغير. تحت ما فيش فيها أي حاجة. طيب خلينا نروح نجيب شيت الإكسل بتاعنا اللي بنحسب عليه تمن العربية. ده الشيت اللي أنا عامله هون، اللي أنا وضحته قبل كده. قلنا أي عربية عمولة التاجر أنا قدرتها 250 دولار، عمولة الميدو بي 335 دولار دي تقريبا. طبعا الكلام ده قلنا ممكن يبقى فيه فصال بعد كده، اما بيجي مثلا بيروح يشتري ممكن يبقى في الكلام ده فصال. عمولة التحويل على حسب المبلغ، طبعا انا كاتب هنا 200، هي ممكن تبقى تزيد وتقل على حسب المبلغ اللي بيتحول لكوريا، اللي هو المبلغ ده اللي هو بتاع العربية والميدو بي، دول بس اللي بيروحوا كوريا، دول اللي بنحسب عليهم عمولة التحويل، تمام. طبعا بيحسب الاجمالي. الشحن حسبته على اخر سعر وصل اللي هو 1300 دولار. طيب تعالى كده نروح نجيب سعر العربية كام. سعر العربية دي 9 مليون 300. تعالى نحسب السعر كده. انا قلت لك، انا رفعت لكم الشيت ده قبل كده وقلت لك تحسب عليه سهل جدا. 9.3 اصبحت اجمالي العربية كام؟ الاجمالي بتاعها 9162 دولار. اما نحسب المبلغ بتاع العربية التانية اللي هو 600 ألف، توصل تقريبا حوالي 11,000 دولار بسعر النهاردة، توصل 11,000 دولار. طيب هنقول برضو نعدل هنا عمولة التحويل. مبلغ السيارة هنا 7,000 دولار، 7,000 دولار و300. الواحد ونص الاتنين عمولة التحويل بتاعتها كام؟ عمولة التحويل هنا هتكون في حدود 250 ل 300 دولار، من 250 دولار في الحدود دي كده. طبعا هنخلي الرقم ده 250 عشان برضو يبقى الايه الاجمالي مظبوط. طلعت 9212 دولار. كل الناس عارفه سعر الدولار كام النهارده، تقدر تحسبها. احنا حسبنا الثانيه مش اقل من 11,000 دولار ده في يومها. طبعا انا ماليش علاقه بالزيادات اللي بتتم. يوم ما وصلت العربيه دي كان تقريبا 11,000 دولار. طيب مش دي بقى اللي انا بتكلم فيها كمان. تعالى كده في عربيه تانية هي. دي موديل كام؟ العربيه دي ثمنها 13 مليون و900 الف. تعالى نشوف فحص الاداء بتاعها. العربيه موديل كام؟ 2018، من فوق ومن تحت زي ما حضرتك شايف. العربيه مفيش فيها اي تغييرات. طيب نروح نشوف العربية من جوه فيها ايه. الاول الاوبشن بتاعها، فيها المكيف، فيها الكاميرا الخلفية، جهاز استشعار، مقاعد جلد، تهوية المقاعد، سخانات كراسي، ملاحة، مفتاح ذكي، مفيش مشكلة. هي تقريبا ناقصها فتحة سقف بس. تعالى كده نشوف العربية من الداخل.
العربية من الداخل نفحصها كده مع بعض. ده يعني مبدئيا، وطبعا احنا قلنا في دور تاني للجروب. عربية ما شاء الله. العداد هنا كام؟ 37,088 كيلو، يعني ما كملتش 40,000 كيلو. بمعنى انا لما اخد عربيه زي دي عدتها ما كملش ال 40,000، يعني ده المعدل بتاعها كويس جدا. شكل العربيه من جوه ما شاء الله. هي ناقصها بس فتحه السقف على ما اعتقد. وفي العربيه من الداخل التقييم لحضراتكم، انا مش بقيم، التقييم لحضراتكم. دي كل العربيه من الداخل. طب تعالى نحسب العربيه نشوفها كام. تمن العربيه 13,900,000. نجيب الشيت بتاعنا 13.9. عامل طبعا الشيت ده بيسهل عليا كتير قوي. هتبقى في حدود 12,712 دولار. خلي بالنا هي ازيد من التانية، هتزيد عن التانية حوالي 1700 دولار. تمام، بس انا بتكلم في موديل 2018. تمام، عربية عدت 37,000 كيلو، يعني ما كملتش 40,000. عداد قليل جدا. طبعا زي ما بنقول انا الحسبة دي بتبقى سريعة، يعني ممكن مع التنزيل العربية دي برضو الراجع بتاعها للتاجر بيكون كبير، فوقت الشراء المبلغ ده مش هيبقى بنفس الطريقة دي. احنا بس حسبة سريعة كده ايه على اللي بيتم معانا. طيب نروح لحاجة تانية مهمة. تعالوا كده نشوف الفيديو ده، برضو جالي من احد الناس. طريقة الفحص. شوف بس نكمل، معلش صراحة انا بحاول ما ابينش برضو ان انا ايه، احنا مش متحيزين لحد معين. اعتذر ان انا مش هكمل الفيديو للاخر، هو الفيديو موجود كامل عندي. اعتذر ان انا اكمل طريقة الفحص بالقلم عشان برضو يعني معذرة احنا ايه ما بنسيش لاي حد من التجار، ولا عايزين اي حد يزعل مننا، مع احترامي لكل التجار طبعا، كل تاجر له طريقته في الفحص، لكن طريقة فحص القلم. طيب تعالى الفيديو ده انا منزله من على الجروب، كنا منزلينه من تاريخ 3 مارس. هوريه لكم دلوقتي اجزاء منه والفحص بيكون ازاي. ده الفحص، الفيديو موجود على القناة وانا مش جايبه جديد لسه. اول جزء بالفحص شايفين، كل العربياتنا تقدر تشوف اي فحص بنفس الطريقة كده. ادي الجهاز، اقل من 5 على الجهاز ده بيبين لي ان العربية ان الجزء ده راشش. تمام، شوف طريقة الفحص. طبعا الفحص انا سرحت الفيديو، اللي عايز يشوف الفيديو كامل موجود على القناة. الفحص التاني بالجهاز الجي سكان اهون، موضحه الاستاذ محمد جزاه الله كل خير. طبعا الاستاذ محمد يعني طبعا من اول الناس اللي بدات معانا في الجروب، والناس اللي معانا في الجروب من زمان يعرفوا ان في تجار كتيره جدا كانت موجوده، واخدنا القرار التعامل مع الراجل ده بعد معاناه مع تجار كتير جدا، ونعمل مكالمات على التليجرام. انا تواصلت على فكره مع تجار من يمكن وصل من سوريين وتجار اردنيين وتجار فلسطينيين، ناس كتيره جدا موجوده في كوريا وموجوده تجار هناك، وتواصلنا عشان الجزئيه دي لحد ما استقرينا عليه. انا مش بزكي حد اولا، لكن هو الراجل دي طريقه الفحص بتاعته، احنا بس بنوضح سواء هتشتري من مين، دي آلية الفحص اللي احنا بنقول عليها. جهاز الجي سكان، الجزئيه دي بقى اللي انا بقصدها، فحص القلم ولا فحص الجهاز، ودي انا فتحت الصوت فيها كمان عشان قلم بويا. هستاذن حضرتك كده، الفيديو بالكامل موجود عندك. معانا قلم بويا اهو،
من الاقلام الممتازه، يعني المفروض ان هو من الاقلام القويه جدا. ممكن يكون عشان التسجيل، لكن الفيديو بالكامل موجود. ده هيبين الفرق بين فحص القلم وبين فحص مدي معايا ده اول قلم اخضر اهون، ونظري واضح ان نوعيته جيده. وادي الباب اللي المفروض فيه رش مدي معايا اول اخضر اهو. معلش تاني خليك مع الكاميرا كده مع القلم. ادي الباب اللي ما فيهوش رش يا جماعه، مدي معايا اول اخضر. ان العربيه هنا اللي فيه رش اللي انا قلت لحضراتكم عليه واخد عفاره مع العلم مع السرعه اللي انا شفتها في الفيديو اللي فات دي مدي معايا نفس الموضوع الاخضر. يعني القلم مديني ان هو مش رش، بس الجهاز يديني انه رش. هوري حضراتكم تاني كده على الجهاز سريع. ادي الجهاز اهو يا جماعه، مديني الباب اللي مش راشش نفس الحته بالجهاز جابت كام؟ 4 ان هو فعلا مش راشش. طيب الباب اللي فيه رش مديهوني 5 و6 من 10 او 5 و9 من 10 او 6 من 10 اهو، يعني من نفس المكان اللي قدامي فيه القلم 6 و9 من 10. هو هنا مديني ان في فرق ملي ونص تقريبا. الملي ونص ما يجوش بالقلم، الجهاز ده اعلى من 5 بيعتبر رش في رش. يعني القلم الرش ده بسيط جدا، بس الحاجات دي بتظهر بالاجهزه. الجهاز فما ينفعش اجي اعتمد ما هيش فابريك بالبلدي كده على الفهم. طبعا الجهاز بيكون أضعف. الحاجه الثانيه اللي بنقولها، ودي من بدايه خالص بتكون معانا، تمام؟ تقرير الفحص. ووريتكم التقرير ده اكتر من مره، ان التقرير ده مهم جدا يكون مع العربيه بتاعتي. تقرير الفحص يبقى زي ما قلنا ورينا لحضراتكم في اكتر من فيديو. بالنسبه للخطوات اللي المفروض حضرتك بتختار عربيتك بيها، رقم 1 اختار عربيتك من انكار. رقم 2 التاجر بيعمل على البرنامج زي الكار هيستوري او في برامج داخل كوريا، بيبدأ يدخل العربية برقمها، بيعرف العربية دي وضعها ايه. الحاجة الثالثة المفروض التاجر بيتجه لفحص العربية. ده فيديو هوريكم مقتطفات منه، يمكن مش رافعه على القناة اصلا عشان برضو الناس تتأكد من كلامي ان انا مش بقول اي كلام. ده ميتنج انا كنت عامله في عربيتي انا الشخصيه. طبعا انا يمكن من اول الناس اللي جبت من الجروب للسبب ده، عشان برضو ان انا ما فيش حد يشتري غير اما اكون انا اول واحد واطمن ان الامور تمام. ده ميتنج اهو كنا عاملينه هنا الكبوت اهو 13. ميتنج على اساس لو خدنا بالنا بالتاريخ تحت هنا 25/11/22 تقريبا بتوقيت الفجر في توقيت السعوديه، يعني تقريبا الكبوت كله واخد سكينه معجون. ده كان الفحص بتاع العربيه في مكانها. الرفرف اللي قدام اليمين 35 دي مثلا ده بياخد معجون يعني. حضرتك طبعا اي فحص المفروض من خلالنا بيكون بالشكل ده كده، بيكون في ميتنج 35 في الرفرف بينك وبين التاجر اللي هيفحص لك العربيه اخر الرفرف 10 بنفس الشكل ده، كله بيتصور 6 عشان ما يبقاش في الاوامر 2 6. الميتنج ده مدته يمكن اكتر من ساعه. انا على الاخر مدته يمكن ساعه وكسر. لو بصينا هنا في ناحيه اليمين هي باينه مده الفيديو انه اكتر من ساعه. طبعا انا موجود في مكانه، وهو الاستاذ محمد كان موجود في كوريا عشان الفحص بتاع العربيه. الميتنج اتناقشنا في كل حاجه. معاك وقت تتناقش مع الراجل زي ما بوريك في الفيديو. انا مش هحاول، مش طبعا الفيديو كبير جدا اكتر من ساعه، لدرجه حتى الفيديو ده مش هرفعه على اليوتيوب اساسا لانه مدته كبيره. تمام؟ شوف عربيتك من الداخل، اتناقشنا فيه في كل حاجه ما يخص العربيه. ده بس توضيح عشان اوضح للناس ان انا مش بقول اي كلام. انت بتشتري العربيه تدفع فلوس، مش شرط ان انا اقول لك تشتري عربيه غاليه او عربيه رخيصه. يعني انت مثلا في دماغك تجيب ام دي مثلا 2014 او 2015 ولقيت المبلغ اللي معاك مش هيجيب ام دي 2015، الحاله كويسه والعربيه كويسه، ايه المانع ان انا انزل شويه بالموديل وانزل شويه العربيه؟ اولا حاله وليس موديل. يعني ممكن اجيب عربيه 2011 تكون حالتها افضل كتير من 2015. اولا 2011 لو انا مثلا اتكلمت مثلا عربيه 2011 هتفرق معاك في الجمارك، هتفرق معاك في الترخيص، في سعر الترخيص في المرور بتبقى السعر اقل. الحاجه الثانيه لما بيكون حاله العربيه كويسه بتحكم في البيع، في حتى ما تخليكش تتعب عند الميكانيكيه.
ما تخليكش تتعب في عملية اقول لك ايه يعني، في كل ما فيها بيبقى تعب عليك لما بتكون العربية فيها مشاكل. انا قلت لكم هقول رأيي في اخر الفيديو، ودي وجهة نظر ليا واعتقد ان ممكن كتير يأيدوني في الكلام ده. استيراد بنفسك، حضرتك التاجر له عندك عمولة، تمام، مقابل رقم واحد انت اخترت العربية من على انكار، فحص انكار هيدينا نسبة 50 او 60% من الاطمئنان على حالة العربية. طيب انكار بيدينا 50 او 60% من الاطمئنان على حالة العربية. الحاجة التانية، المفروض ان التاجر بعد ما بتبعت له لينك العربية من انكار بيبدأ اول حاجة يستعلم عن العربية هل موجودة ولا لأ. تاني حاجة بيبدأ يشوف من على البرنامج اللي معاه هناك في كوريا، يبدأ يشوف العربية حالتها ايه، هل الفحص اللي على انكار مظبوط ولا لأ. بعد كده حضرتك بيتجه لعربيتك زي ما وريتك الفيديو كده، بيتجه لعربيتك وبيكون الفحص بتاعك لايف معاه في نفس التوقيت، يعني اذا مفيش حاجه بتكون مترتبه. والخطوه الجايه ان شاء الله من خلال الجروب، ودي بيبقى باذن الله هيكون في ميتنج في كوريا، هنوضح لكم ان كل المراحل هتتم فيديو، حتى مرحلة الفصال مع التاجر، حتى نقل العربية للمعرض، من المعرض للشحن، كل ده ان شاء الله هيكون فيديو عشان الناس يبقى قلبها مطمئن على العربية اللي جاية لها. بعد ما حضرتك بيتجه للعربية يفحص عربيتك تمام مظبوطة، وهو مسؤول عن كلامه زي ما شفت الفحص كده اللي انا وريته. بعد كده يبدأ اجراءات تسقيط النمر والشحن للعربية. العربية ما توصلك مصر بسلامة الله تبدأ تدفع حضرتك بلوسة الشحن قبل ما العربية توصل بأسبوع، ممكن لحد وصول العربية تقريبا بلوسة الشحن تندفع. الجمارك هتقدر تطلعها من مينا بنفسك، وفي اكتر من مستخلص جمركي يقدر يطلعها لك من سواء بورسعيد او السخنه، ده المسار اللي من كوريا. عايز شحن رورو متاح، عايز شحن كونتينر متاح، بس حاليا الكونتينر فيه لخبطه، خلينا في الرورو دلوقتي. والرورو على فكره الناس اللي بتقول ان السعر غلي، لا هو ما غليش، هو اصلا في الاصل كان 1800 و1900 كمان، 1900 دولار. هو كان نزل فتره 1150 والسعر متغير. ربنا ييسر الامور والسعر يثبت على 1300 تبقى الامور كويس او ينزل عنه ان شاء الله. الفكره هنا اللي احنا بنأكد عليها دايما، استورد بنفسك، تبقى انت عارف كل المراحل بتاع العربيه عامله ايه وميبقاش فيه مشاكل في عربيتك. انا سعيد جدا بالتواصل على الخاص بالنسبه للناس، وباي تواصل برد عليه. النموذجين اللي انا عرضتهم دول جايين لي من اعضاء من الجروب، وهم موجودين معانا تمام، وانا اديتهم يعني نصيحه من وجهه نظري، والحمد لله هم تفهموا الموضوع جدا وفعلا اقتنعوا بكلامي. اتمنى ان الناس كلها تقتنع بالكلام، واتمنى اختار عربيتك صح تستريح وتبقى معاك لفتره ال5 سنين ما يبقاش فيها مشاكل. أتمنى الدعم في القناة، اللايك والشير والسبسكرايب، وإلى أن نلتقي لكم مني كل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.